القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتبرئ حسن عارف رئيس بلدية عين عودة وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة الصخيرات تمارا، بعدما سبق أن أدين بغرف الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بسنة حبس نافذة وغرامة مالية قدره 15 مليون سنتيم بتهمة اغتصاب ميليكا سليماني الموظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي الوقت الذي كان الملف أمام أنظار محكمة النقد بعد إدانة البرلمان استئنافية على مستوى محكمة الرباط، جرى نقل الملف إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة النظر فيه، وهو ما اعتبرته الضحية تهريبا للملف إلى مدينة يحظى بها المتهم بنفوذ خاص. الحكم الصادر يوم 12 من الشهر الجاري، والذي تم بسرية تامة لكون المطالبة بالحق المدني ميليكا سليماني لم يتم تبليغها به ولم تحضر جلسة المحاكمة، قضى بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بعد مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العموميات والطرف المدني صائر الدعوى المدنية التابعة. وتعود وقائع هذا الملف إلى بداية 2010 عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارا بشأن تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض من لدن المتهم أواخر سنة 2009، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها إجراء بحث في الموضوع من لدن مركز الدرك الملكي بتمارا من خلال إجراء خبرة جينية أدنى وخبرة طبية لإثبات أن المتهم هو الأب البيولوجي للمولود بعدما ترتب عن هذا الاغتصاب حمل. وأكد دفاع الضحية أن نتائج الخبرتين الجينية والطب كانت إيجابية بنسبة 99.99%، وتؤكد أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل، وهو ما دفع ابتدائية الرباط إلى الحكم عليه بسنة حبس نافذة وغرامة مالية قدره 300 ألف درهم بعد مؤاخذته لفائدة المطالبة بالحق المدني وهي موظفة بوزارة الأوقاف. وفي تعليقها على القرار، قالت الضحية ميليكا سليماني في تصريح له في باريس إن الحكم ببراءة البرلمان كان مفاجئا وشكل صدمة لي، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل دليلا على غياب العدالة عندما يتعلق الأمر بالطبقات الاجتماعية الفقيرة. وقالت السليماني إن هذا الحكم يخالف التوجيهات الملكية الداعية إلى إعمال مبادئ العدل، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحكام التي وصفتها بالظالمة هي التي تسبب الاحتقان وتدفع الناس إلى الاحتجاج. واتهمت المتحدثة نفسها المحامي الذي ترفع لصالحها بانتحال صفة الدفاع، مؤكدة أنها قامت بعزله منذ مدة قبل أن تفاجأوا بوجود اسمه ضمن هيئة الدفاع الذي استندت عليها المحكمة لإعطاء البراءة للبرلمان المذكور. هذا حكم مستمد من نفوذ البرلمان الذي ينتمي إلى حزب سياسي قوي في مدينة الدار البيضاء، لذلك تم تهريب الملف لهذه المدينة، تقول سليمان التي أكدت أنها قررت وضع شكاية لوزير العدل تطالبه في بالتدخل العاجل لأنه تم الحكم في ملفها وهي كانت غائبة، مسجلة أن الهدف كان هو تبرئة السياسي المذكور بأي ثمن كان. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.